الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سوف أختصر لكم وصفة نبوية شرعية تطرد الهم والحزن والقلق. سوف لا أذهب وراء كلام الفلاسفة مثل ما سمعتم، ولو أنه نافع مفيد هو في الشريعة. سوف لا أتيكم بكلام مفكرين، سوف أخبركم بشيء جربته وجربه من هو أفضل مني، وأنا أهديه هدية هذا اليوم لكم. هو يقوم مقام العشر الوصفات في طرد الحزن وطرد الهم والغم، وهو الذي أقرب طريق، يقول العلماء هو أقرب طريق للسرور والفرح، وهو في متناول أيديكم. أبشركم أنه يستطيع كل واحد منكم يعمل، الكبير والصغير والرجل والمرأة والغني والفقير، وتستطيع أن تعمله جالسا وعلى جنبك وأنت تمشي، وفي كل وقت، وفي الليل والنهار، وفي الحضر والسفر. ألا أخبركم؟ ألا أبشركم؟ ألا أسوق لكم الهدية؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله وحده تطمئن القلوب. لن تطمئن بذكر إنسان، حاكم، مسؤول، عالم، دنيا، امرأة، زوجة، سيارة، وظيفة، كتاب، حديقة، قصر، لا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا جاءك هم وغم جرب، اجلس، سبح التسبيح الشرعي الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. سبحان الله بحضور قلب، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أجزم لك وأعاهدك وأعدك وأخبرك أن الله يذهب همك وحزنك. إذا سبحت وكبرت وهللت سوف مباشرة، حتى يقول سبحانه لوليه وعبده ورسوله لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. معنى الكلام والله أننا ندري أنك تتأثر، وأنك تهتم، وأنك تغتم بما يقول الناس من كلام الحساد، من الهجوم عليك. قالوا شاعر وساحر وكذاب ومفتري ومجنون صانه الله من ذلك. يقول والله أننا ندري أنك تتأثر ويضيق صدرك. ما هو الحل؟ هل يرد عليهم؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وصفة نبوية مجربة، والله جربنا حتى وصفات الفلاسفة والعلماء والمشايخ. فيقول أحد العلماء: تريد نختصرها كلها؟ قال: جرب الذكر وداوم عليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فائدة ثانية أبشركم بها في الذكر، لا توجد في أي عبادة ولا في أي سنة ولا في أي عمل، أن الله إذا ذكرته ذكرك. سبحان الواحد الأحد، الله المستغني عني وعنك، ملك الملوك، الواحد الأحد، الفعال ما يريد. بل قال في الصحيحين، اسمع اللفظ يا أخواني: أنا جليس من ذكرني. بالله ما هزك هذا الكلام؟ يقول أنا الواحد الأحد، أنا جليس من ذكرني. من ذكرني كأنه جالس الله، أنا جليس من ذكرني. ويقول سبحانه في الحديث القدسي في الصحيحين: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. إن ذكرت الله في نفسك ذكرك في نفسه المقدسة سبحانه، وإن ذكرته في مجلس ذكرك مع الملائكة في الملأ الأعلى. يقول: عبدي فلان ابن فلان وأمتي فلان ابن فلان ذكروني مثلا في عمان في هذه الساعة، اذكروهم، ادعوا لهم، صلوا عليهم. سبحان الله. يقول سبحانه: فاذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. يقول مالك بن دينار: والله إني أعلم متى يذكرني ربي. قالوا: متى يذكرك الله؟ قال: إذا ذكرته ذكرني. حتى يقول السمعاني الواعظ ابن سمعان في بغداد بكى أمام الناس وقال: اذكروا الله يا عباد الله يذكركم الله، فاذكروني أذكركم. ثم أنشد بيتين جميلين رائعين يقول فيهما: اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا هام بكم، شرب الدمع وعاف القدح. هذا الذاكرين. في الدنيا جنة لا يدخلها إلا الذاكرون، وغير الذاكر لا يدخل هذه الجنة أبد. في الجنة نعيم لا يذوقه إلا من ذكر الله. أنا اختصرت لكم المسافة. تعالوا نتعاهد ونتواعد وعلموا أبناءكم. مع العلم أني أحمد الله، أنا زرت الأردن قبل ورأيت في منهم من يحفظ القرآن. أمس شيخ عالم جليل عنده 10 أبناء مع المشايخ،
طبعا من زوجتين يحفظون كتاب الله كاملا، كان في المفرق أمس، ورأينا بعضهم، بل بعض أبنائي يحفظون الصحيحين بعد كذا في الأردن هنا أعرف. لكن من الآن تعالوا نتواعد، تعالوا نملأ بيوتنا ذكر الواحد الأحد.